بسم الله الرحمن الرحيم ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أشرف الفيل أن يقدموا لكم هذه المادة. القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكاة سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النيات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أحبتنا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج تبيان السنة. كما هو المعتاد في هذا البرنامج، نحن نتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحلقة 17 من هذا البرنامج، ووصلنا إلى الحديث حول الشبهات التي تشتبه على كثير من الناس، والشبهات التي وضعها أعداء السنة وأعداء الدين. يقول الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هذه الآيات أنا أدعوكم إلى التفكر فيها. ففي الآية الأولى الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه: كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. فلا يكن في صدرك حرج منه. وذكرى للمؤمنين. في القرآن ذكرى لمين؟ للمؤمنين. الآية التي تليها الله عز وجل يوجه الكلام إلى الناس جميعا بقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يعني شوف، قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما هو الشيء الذي أنزل إلينا من الله؟ القرآن الكريم مقرونا بالسنة النبوية. القرآن الكريم مقرونا بالسنة النبوية، وهذا هو الذي قررناه على مدار الحلقات التي مضت حينما كنا نتحدث في هذا الباب. وليس القرآن الكريم فقط هو الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم أو هو المأمور به في هذه الآية، إنما المأمور به في هذه الآية هو أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا من كتاب وسنة نبينا. لأن الله قال في الكتاب: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول
فقد أطاع الله. في نفس كلام القرآن الكريم وآياته جاءت هذه الآيات والعبارات، يعني تأتي الآية مجملة ثم تفصل بعد ذلك بمجموع من الآيات القرآنية، وهذا هو أسلوب القرآن الكريم. النهاردة بنتكلم في مسألة من المسائل التي أثارها الحاقدون وأثارها المبغضون للسنة. هذه المسألة تتحدث في أن السنة ليست بحجة علينا. هما بيقولوا كده، بيقولوا السنة دي مش حجة علينا، يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام عادي، من يريد أن يتبع يتبع، ومن لا يريد أن يتبع فهو ليس بملزم. ده مفاد الكلام، ده مفاد الكلام بتاعهم. يقول لك إيه؟ إن السنة مش حجة، إنما الحجة اللي عندنا القرآن الكريم، أما السنة دي مش حجة. فإحنا عايزين نقول هم بيقولوا إيه، وبعدين نبدأ نرد معاهم عليهم جزئية بجزئية وكلمة بكلمة وجملة بجملة. الحقيقة وأنا أخطط هذا البرنامج من فترة طويلة، يعني ربما رفعت من خطة البرنامج الحديث عن بعض هذه الشبهات، لكن الحقيقة وجدت الآن في هذه الأيام في هذه الفترة كثير من الفضائيات تعرض بعض الناس الذين يطعنون في السنة طعن مباشر، والناس الذين يطعنون في الكتاب فيفسرون القرآن على هواهم ويدعون أنهم أرباب علم وأنهم مفكرون وأنهم أصحاب فكر إسلامي. ناس منكرة للسنة ويقدمون على الشاشات على أنهم مفكرين إسلاميين، حاجة يعني غريبة. فالحقيقة قلت طيب خلينا نتكلم بقى في الشبهات دي ونبدأ نرد عليها رد من اتجاه واحد. يعني خلينا نقول ايه الكلام. حتى في الحلقة الماضية كانت اتصلت أحد المشاهدات وطلبت الرد على هؤلاء الناس. فالحقيقة احنا بنرد في بعض أماكن أخرى، ولكن في نفس التوقيت في نفس البرنامج السنة خلينا ناخد بس جانب السنة ونشوف هم بيقولوا ايه والرد عليهم يكون ازاي. فهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا السنة ليست بحجة. يقصدوا ايه بالكلام ده؟ ضرب السنة او هدم السنة. والسنة هي الجدار الحامي لآيات القرآن الكريم وللدين. فإذا حدث أنهم أصابوا هذه السنة أو أثروا عليها أو حذفوها أو وصلوا إلى حد الاستهتار بهذه السنة، فإن الناتج الذي يترتب على ذلك هو الطعن في الكتاب القرآن الكريم. يعني هيوصلونا لمرحلة أنهم يوصلوا إلى أن يطعنوا في الكتاب اللي هو القرآن الكريم لو ما خدناش بالنا. فخلينا ناخد بالنا. الحقيقة الكلام اللي هم بيقولوه للأسف هم مش قالوه يعني اخترعوه من دماغهم، أو هم يعني ناس مفكرين بجد قعدوا يفكروا كده فيستخرجوا الكلام ده فيبدأوا يقولوه. لا خالص إطلاقا، ده كلام إنما هم يرددونه كالببغاء، بيرددوا الكلام ده لأنهم سمعوه من قبل أو قرأوه من قبل، وهو يعيدوه وبيعيدوا الكلام بنفس المنطق. حتى في كتير مش فاهمين الكلام، يعني حتى ساعات وهم بيقولوا الكلام ده ما بيعرفوش حتى يقروا النصوص. يمكن الناس القدامى اللي هم كان عندهم الشبه دي وعرضوها وأعلنوها كان حتى عندهم شوية قراءة صحيحة، شوية فهم صحيح، شوية تلاوة صحيحة. ده دول حتى مش عارفين يقروا آيات القرآن ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا نعرض كلام اللي بيقولوا ايه. بيقولوا السنة لو كانت حجة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابتها. لو كانت حجة علينا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابتها وقال لهم يا جماعة اكتبوا السنة، اللي بتسمعوه عني اكتبوه عني. لكن النبي ما قالش كده. ولكان الصحابة والتابعون من بعدهم كانوا عملوا على جمع السنة. كان الصحابة جمعوا السنة أو كتبوها
أو عملوها بصورة أو بأخرى. كان ممكن عملوا الكلام ده، لكن قال لك الصحابة ما عملوش كده. هم الصحابة ما عملوش كده، ما عملوش كده، وهنعرف ليه. وهنعرف ليه، عشان احنا ما بناخدش جزئيات في حتة معينة ونسيب الباقي. قالوا لأنها لو كانت حجة لاستدعى الاهتمام بها والعناية بحفظها والعمل على صيانتها حتى لا يعبث بها العابثون. ده كلامهم بقى. ولا يبدلها المبدلون ولا ينساها الناسون. قال لك لو كان الموضوع مهم قوي كان النبي أمر بكتابتها، أو كان الصحابة والتابعين كتبوا. قالوا كمان إن السنة ظنية الثبوت، وأنا هشرح ظنية الثبوت دي في حلقة، يعني هوضح معنى ظن الثبوت وقطع الثبوت، خلينا نشرحها في وقت تاني. بس خلينا أقول كلامهم اللي انتوا هتسمعوه بيتردد في الفضائيات كتير قوي. قالوا لا يصح الاحتجاج بها لأنه ظن الثبوت. هم نفسهم لو ناقشت واحد قلت له يعني إيه ظن الثبوت ما يعرفش، ولا إيه قطع الثبوت مش هيعرف. بس هم بيتكلموا بيرددوا كلام الأقدمين في هذه المسألة. قال لك عشان كده لا يصح الاحتجاج بها لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولقوله تعالى، يعني هم كمان بيستدلوا بآيات من القرآن عشان يلبس عليك الموضوع. قوله تعالى: وإن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. قالوا كمان إن عشان يبقى في قطع ثبوت للحديث يبقى لابد أن يكتب كما كتب القرآن الكريم. زي ما النبي أمرهم بكتابة القرآن الكريم كان أمرهم بكتابة السنة، لكن أمرهم بكتابة القرآن وما أمرهمش بكتابة السنة. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتصر على عدم الأمر بالكتابة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يكتبوا سنته. فين أدلتكم؟ قالوا إحنا هنجيب لكم أحاديث من الصحيحين، حديث صحيحة يعني ما فيش كلام أكتر من كده. فين الأحاديث الصحيحة اللي أنتوا بتستدلوا بيها في هذا الشأن يلي أنتوا بتنكروا السنة؟ يعني أنت منين بتنكر السنة ومنين بتستدل بالأحاديث الصحيحة؟ قال إحنا هنجيب لك من كلامك أنت عشان خاطر نبين لك إن إحنا على حق وإن إحنا بنتكلم مظبوط. فالجماعة اللي عندهم ذبذبة أو الموضوع عندهم تعبان شوية يضيعوا في القصة دي كلها. الحديث الأول الذي استدلوا به حديث في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم لا تكتبوا عني، ومن كتب عني، خلي بالك بقى من نص الكلام، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ادي حديث الثاني جابوا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا قال: كنا قعودا نكتب ما نسمع. كنا قاعدين بنكتب اللي بنسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج علينا فقال: ما هذا تكتبون؟ النبي خرج عليهم قال لهم: انتوا بتكتبوا ايه؟ قالوا: نكتب ما نسمع منك، احنا بنكتب اللي بنسمعه منك. قال: كتاب، خد بالك من الاستفهام عشان هنرجع الكلام ده كله، كتاب مع كتاب الله؟ انتوا بتكتبوا كتاب، انا امرتكم تكتبوا القرآن، دلوقتي انتوا بتكتبوا كمان كتاب سنة، فكأنه الاحاديث اللي انا بقولها، فكأن انتوا بتكتبوا كتاب مع كتاب الله. خد بالك بقى من الشبه اللي بتلتبس عليهم وهم مش واخدين بالهم الحكايه ماشيه ازاي. امحصوا كتاب الله واخلصوه، يعني شيلوا كل الكلام اللي انتوا كتبتوه عني وخلوا بس الكلام اللي انا قلت لكم عليه اللي هو كلام الله عز وجل القرآن. انتوا عارفين انت ممكن دلوقتي يتجمع عندك اجابه من غير ما انا اقول. يعني هو شوف لفظ كلام النبي، قال لهم انتوا بتكتبوا كتاب مع كتاب الله. يعني ما هو مين اللي قال كتاب الله؟ مين اللي قال الفاظ القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هي برضو كلمات النبي، سيدنا جبريل أقرأها للنبي والنبي بيقرأها للصحابة، فهي نفس الحكاية كلمات النبي، نفس الموضوع على نفس الترتيب. الأحاديث اللي بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها بلسانه، وهم برضو هيكتبوا نفس الحكاية من كلام النبي. فأي واحد كده بداهة هيفهم ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم كتاب مع كتاب الله يعني عايز يقول لهم لا يا جماعة،
اللي بيكتب القرآن ما يكتبش حاجة في السنة حتى لا يلتبس الأمر، إنك هتجمع كلام من كلام كله كلام النبي، بس ده قرآن كريم ودي سنة نبوية، فممكن يختلط على الكتاب أن يدخل فيه كلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كده بداهة ممكن الواحد ياخد باله منه. حديث تاني اللي هو في مسند الصديق رضي الله عنه، ذكره ابن كثير وذكره الحاكم، أخرجه الحاكم. السيدة عائشة بتحكي إن سيدنا أبو بكر كان جامع 500 حديث، وبعدين جه في ليلة كده فبات ليلة يتقلب كثيرا، قاعد يتقلب شمال ويمين، فقالت فغمني، يعني أنا قلت في إيه الموضوع، في مشكلة، في حاجة مش مظبوطة في الموضوع، في إيه؟ فسألته فقال فلما أصبح قال أي بنية، يقول لها يعني يا بنتي هلم الأحاديث التي عندك، هات الأحاديث اللي عندك وجمعيها عشان نحرقها، لأني خشيت أن أموت، كلام سيدنا أبو بكر، وهي عندك فيكون فيها أحاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني، فأكون قد تقلدت ذلك. الحقيقة أنا تعبان من الموضوع ده، هات الأحاديث اللي احنا جمعناها في الورق وحرق 500 حديث اللي أنا جمعتهم دول، لربما إن أكون أنا ائتمنت واحد أو ائتمنت على الكلام اللي قاله فأخدت كلامه واعتبرت بيه، وبعدين يكون الراجل ده نقل لي معلومة غلط، أكون أنا المسؤول عنها أمام الله عز وجل. دي الدلائل اللي هم استدلوا بيها، وديت النقاط اللي هم اتكلموا فيها عشان خاطر يقولوا إن السنة مادام ما اتكتبتش يبقى ده موضوع مش مظبوط، وإن احنا كده مفيش حجية للسنة، وإن احنا خلاص أي كلام يجي في السنة بالأوامر احنا مش هنقدر ننفذه، وبناء عليه بقى يبقى الصلاة اللي احنا بنصليها، خلي بالك بقى، الصلاة اللي احنا بنصليها اللي النبي قال عليها إن احنا نصليها يبقى احنا نصليها بالكيفية اللي احنا عايزينها، ربنا قال أقم الصلاة يبقى أي صلاة. المرأة الحائض التي نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصلي يبقى لها ان هي تصلي، لأن النبي نهاها عن كده، يبقى تصلي وتصلي زي ما هي عايزة وفي أي وقت شاءت كمان. ويبدأوا بقى يقولوا احنا مفكرين، وآدي الأحاديث وآدي القرآن، وما فيش آية في القرآن بتقول ان المرأة الحائض تترك الصلاة، وطيب الست اللي هي حائض ممكن تصوم في شهر رمضان لأن ربنا أمر بالصيام ما استثناش كده حد، وهكذا. هلوم جرة بقى، خد كل كلام النبي، الأوامر والنواهي اللي النبي عليه الصلاة والسلام بينها، هيقول لك لا احنا مش هناخد بيها ومش هنعمل بيها، فكأنهم سيصلون إلى حد الكفر بما فعلوا. فلو احنا انجرينا ورا الكلام ده هنوصل للخطورة دي، يعني هنوصل للخطورة دي. فعشان كده احنا بقى عايزين نرد على الكلام ده رد بقى علمي، شوية علمي اللي هو بيقولوا عليه علمي متأدب، يعني علمي وكلام بسيط بصورة أو بأخرى ليصل هذا الكلام إلى عوام الناس، لأني أنا بشوف إن كتير من الفضائيات بتعرض كلام زي كده وبصورة غريبة جدا وبصورة يعني مستفزة جدا حقيقة، يعرضوا كلام غريب، كل واحد عايز يعمل أي فرقعة أي حاجة، فخلاص مفيش حاجة قدامه غير الدين، فتعالى بقى شوف ده في حاجة جديدة، واحد مفكر إسلامي طلع لنا بكلام جديد، ومفكر مش عارف إيه طلع لنا بكلام آخر جديد، واحد يقول لك عادي مش مشكلة إن الواحد مش عارف ممكن يقبل صديقته في العمل أو زميلته، واحد تاني يقول لك مش عارف مفيش مانع من النظرة والنظرتين، واحد تالت يقول مش عارف، كلام كده غريب وعجيب، لأنهم ناس أبعد ما يكون عن الفكر. يعني أساسا أنا بعتقد إن ما عندهمش لا مخ يفكروا بيه ولا حاجة، هم تقريبا مركبين جزمة مكان مخهم بيفكروا بيها، فأعتقد إن مش هيوصلوا إلى حد من هذا الكلام. خلينا نشوف مع بعض القصة دي. هنتكلم في 3 مسائل في الرد وهنكمل بقى مع الوقت. المسألة الأولى أن المحافظة على السنة، عايزين نقرر حاجة نفهمها، المحافظة على السنة ليست في كتابة السنة. مش معنى ان احنا نحافظ على السنة يبقى الحفاظ على السنة ان احنا نبقى كاتبين السنة، لا لا، امال ايه؟ المهم ان يكون الحفاظ على السنة بعدالة
حامل السنة. هوضحها لكم بالراحة كده، ان احنا نحافظ على السنة، نحافظ عليها بعدالة حامل السنة. مين اللي حامل السنة؟ فلان. لازم فلان ده يبقى عنده عدالة. اللي حامل السنة ده لازم يبقى عنده عدالة، متعارف ما بين الناس انه راجل شخص عنده عدالة. يعني ايه عدالة؟ يعني رجل عدل. وكلمة عدل مش المقصود بها اللي هي ضد الظلم، مش رجل عدل ورجل ظالم، لا، ده أنا أقول رجل عادل ورجل ظالم، امرأة عادلة وامرأة ظالمة. لكن لو قلت عدل ده معنى تاني، رجل عدل وامرأة عدل، نفس الكلام، مش عدلة، عدل. ليه بقى؟ لأن العدل ده صفة، حاجة معينة مراد بها هنا. العدل دي جاية من كلمة العدالة مش من الظلم. يعني ايه العدالة؟ يعني ان حد عنده رسوخ في نفسه فتأبى نفسه ان ترتكب الفاحشة او ان تفعل المعصية. يعني حد حاسس، حد كويس، يعني عنده مبدأ، عنده اخلاقيات، هذه المبادئ لا تذوب، ما بتدوبش. المبادئ اللي عنده زي ما هي ثابتة، ما بيغيروش حاجة، هو زي ما هو بطبيعته، زي ما هو، لا يغيره جاه ولا يغيره سلطان ولا يغيره مكان ولا يغيره مجموعة ناس ولا حاجة، هو زي ما هو بطبيعته، بيتعامل بطبيعته، عنده مبدأ ماشي عليه، يسير عليه ومحافظ عليه، ما بيغيروش، ما بيكسروش، ما بيتأثرش لا بالمظاهر ولا بالشكليات. فده حد عنده رسوخ. رسوخ، هذا الرسوخ المبدأ اللي جواه مخليه محافظ على انه لا يفعل الصغيرة ولا يفعل الكبيرة ولا يفعل الفاحشة، ما يعملش حاجة من الكلام ده خالص. ده اسمه رجل عدل، يعني راجل موثوق فيه، يعني راجل تقبل شهادته، لم يرى يوما في موطن فسق، يعني ما حدش شافه مرة بيعمل حاجة فيها فسوق ولا حاجة فيها فجور. فاللي ما بيعملش حاجة لا فيها فسوق ولا فيها فجور، اللي زي ده بنقول له ان ده رجل عدل، يعني حد كويس بنقبل شهادته وبناخد منه. فهنا اللي حامل السنة لازم يكون شخص عنده عدالة، سواء كان بقى الشخص ده حفظ لنا السنة أو نقل لنا السنة كتابة، أو نقل لنا السنة حفظا، إنه قال كده بلسانه، أو نقل لنا السنة فهما، قال أنا فهمت كده من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كذا كذا، أو أنا فهمت كده من الآية. ولذلك احنا لما خلاف الفقهاء وخلاف العلماء كان خلاف في إيه؟ في فهمهم للنص. طيب احنا ليه اعتبرنا باختلافاتهم؟ وليه ناخد أحيانا برأي مالك وأحيانا برأي الإمام الشافعي وأحيانا ناخد برأي الإمام أحمد حنبل وأحيانا ناخد برأي أبو حنيفة؟ ليه؟ لأن دولك ناس اتصفوا بالعدالة وكان فهمهم للنص مختلف عن بعضهم البعض، يعني ده فاهم بطريقة وده فاهم بطريقة، فلما اجتهدوا خدنا منهم. ليه؟ لأن عندهم رسوخ، لأن عندهم عدالة، لأنهم حاملوا هذا العلم، حاملي هذا العلم، هم اللي شايلين العلم ده ونقلينه لينا، فعندهم عدالة. فعشان كده بقى سواء قالوه عن طريق الفهم بتاعهم أو قالوه عن طريق الكتابة بتاعتهم أو قالوه عن طريق الحفظ اللي هم حفظوه، احنا بناخده منهم. يبقى المهم في المسألة هنا ان هم يكون عندهم عدالة. فالجماعة الصحابة اللي نقلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم عدالة ولا ما كانش عندهم عدالة؟ طب لما نقلوه للتابعين، التابعين دول كان عندهم عدالة ولا ما عندهمش عدالة؟ كان عندهم عدالة. طب التابعين لما نقلوهم على تابعيهم كان عندهم عدالة ولا ما عندهمش عدالة؟ كان عندهم عدالة. يبقى المسألة مش مسألة كتابة، يبقى اللي كتب وكان عدلا يعني كان راجل عدل، يعني عنده رسوخ وعنده هيئة تمنعه من ارتكاب المعاصي والفواحش والكلام ده كله، ده بنقول له ايه؟ خلاص ده عدل، يبقى ماشي ناخد كلام. ولذلك القرآن الكريم عبر في آية من آيات القرآن الكريم وبين فيها على الجماعة اللي هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، باين ان هم كانوا بيكتبوا، بس هم كانوا بيكتبوا بعلل وبحجج، وكانوا بيكتبوا مع ان كانوا بيكتبوا بس ما كانش عندهم عدالة في الكتابة. يعني الكتابة اللي هم كانوا بيكتبوها ما كانش عندهم ايه؟ عدالة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. فويل للذين، في القرآن ربنا يقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ليه؟ لأن هم قالوا ان الكلام ده من عند ربنا والكلام ده مش من عند ربنا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لو هم كتبوا الكلام ده عشان يجمعوا بيه أموال وفلوس. زيها بالظبط زي مين؟ زي الجماعة اللي هم قاعدين بيتكلموا
في مسائل السحر وما إلى خلافه، وبعدين السحرة والدجالين اللي يقعد يكتب لك حجاب ويجيب ورق ويكتب بالقلم الأحمر ويقعد يكتب بعض كلمات وبعض طلاسم وبعض حاجات ويقول لك ده كلام ربنا أهو، اقرأ هتلاقي حروف كلام ربنا وآيات ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده يقصد يجمع مال بس مش أكثر، ما يقصدش حاجة تاني. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يبقى أنا عندي هنا الأصل في النقل للسنة والحفظ السنة مش الكتابة اللي هم بيتكلموا فيها. مش بقول لك كان المفروض النبي قال لهم اكتبوا السنة زي ما تكتبوا القرآن، ده كمان النبي نهاهم عن ان هم يكتبوا القرآن. ليه؟ قال لك اهو ما دام النبي نهاهم عن يكتبوا القرآن يبقى كده دي مش حجية، يعني دي حاجة ما ناخدش بيها، ما يحتجش بيها، ما نعملش بيها، ما نوافقش عليها. ليه يا جماعة؟ قال لك هو كده. طب اشمعنى كتب القرآن وما كتبش السنة؟ ده كلامهم. فاحنا بنقول لا، ده حفظ السنة مش المقصود بيه كده خالص، انما حفظ السنة لا يكون حفظ السنة ابدا الا بعدالة الناقل والحامل. هي دي العدالة بتاعته اللي احنا بنقتنع فيها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الصحابة سألوه بيقولوا يا رسول الله أي الناس أكرم؟ مين أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس عن هذا نسألك. لو سيدنا يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألونني؟ انتوا بتسألوني عن معادن العرب؟ قالوا نعم. فالنبي قال لهم بقى الناس معادن، الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ممكن نقول إذا فقهوا بكسر القاف، وممكن نقول إذا فقهوا بضم القاف. زي مثل من فقه في دين الله ومثل من فقه، ممكن فقه وممكن فقه. بس خلينا في مسألة خيارهم في الجاهلية. شوف كلام النبي بقى، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ايه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام دي؟ يعني ايه؟ يعني معناها ان لو واحد قبل الإسلام كان عنده مبدأ، كان صادق، كان راجل محترم، كان راجل عنده هيئة ورسوخ كده، وكان راجل ما بيعملش الصغائر ولا الكبائر ولا الفواحش، وراجل مؤدب ومحترم، لما دخل في الإسلام الإسلام يزيده بهاء وجمال وحسن. الإسلام يزيده مش ينقصه. إنما لو واحد ما عندوش مبدأ ودخل في الإسلام ما بياخدش الخيارية. ولذلك نفس الحكاية، لو واحد في حياته العملية عنده مبدأ بعدين التزم بالدين وتعلم علوم الدين وعلوم الشريعة، وبعدين أطلق لحيته ولبس جلباب وحاول بقى يمشي على سنة النبي زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال. هو قبل ما يلتزم كان عنده مبدأ، فلما التزم زاده التزامه احتراما ومبدأ وقيما ورسوخا وعدالة. لأن الإيمان بيعمل ضابط للإنسان. ممكن في حاجات كده صغيرة تعدي منك، الإيمان ما يخليهاش تعدي منك. يبقى لو واحد عنده مبدأ قبل ما يلتزم بالدين وبأوامر الدين وتعليمات الدين، لما يلتزم يزداد. طب لو واحد ما عندوش مبدأ وجي التزم بالدين ودرس علوم الشريعة، هو ما عندوش مبدأ في الأصل، ودرس علوم الشريعة وربى دقنه ولبس جلابية وقعد يخطب في الناس ويطلع المنابر ويطلع في التلفزيون ويقول الدنيا بحالها، هو ما عندوش مبدأ، ايه اللي يحصل؟ لا يزيده الدين مبدأ ولا قيما ولا خلقا. ما بيزودوش، لأنه ما بيقبلوش، ما يقبلش الوضع ده. لأن ما ينفعش واحد يبقى في الدعوة إلى الله وهو متكبر، مش هينفع. ينفع ازاي؟ ما ينفعش واحد يبقى في الدعوة إلى الله وهو منافق، مش هينفع. فايه اللي يحصل بقى؟ ده ما بيزيدوش حاجة، بل بالعكس يزدادوا خسارة. ليه؟ لأنه بيحمل نفسه ما لا طاقة له به، لأنه بياخد أوامر وهو لا ينفذ هذه الأوامر على نفسه، فبيصنع من نفسه صنم
ويحس بقى ان هو خلاص وصل بقى للقمة. حد بقى الناس كلها ملتفة حواليه والناس كلها قاعدة تكلمه والناس كلها عمالة تتصل عليه، فيحس انه حاجة ذات قيمة، بقى عنده قيمة، يعني بقى حاجة جامدة وحس بنفسه ان هو قيمة. ده خلاص اللي زي ده بنقول له عليه العوض. خلاص الكلام معاه ما بيفتش. فمن لا مبدأ عنده التزم بالدين فإن الدين لا يزيده حسنا ولا وقارا إلا إذا التزم التزاما حقيقيا. مش التزم بالدين، أصل الملتزمين بالدين دول كذا شكل. في واحد ملتزم بالدين على نفسه، وفي واحد بيلزم غيره بالدين وهو به غير ملتزم. يعني يكلمك انت تتواضع وهو ما عندوش ولا حتى ذرة في التواضع. يكلمك انت في الرحمة وهو ما يفهمش حاجة عن الرحمة. يكلمك انت في صلة الرحم وهو مقطع أرحامه بحالهم، مش مخلي حد أبدا حتى يوصله. خلي بالك، فهنا ما يزيدوش. فالنبي قال بقى النص ده، قال كده: الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. امتى؟ إذا فقهوا. يعني قبل ما يدخل في الإسلام كان راجل كبارة وراجل محترم، لما دخل في الإسلام برضه يفضل محترم. خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. يبقى حفظ السنة ليس في كتابة السنة فقط، إنما حفظ السنة لا يكون إلا بعدالة حامل السنة. بعدالة إيه؟ حامل السنة. حامل السنة بقى ده عنده عدالة، ماشي ناخد منه بقى. قال ده أنا حافظ، ماشي. قال ده أنا كاتب، ماشي ناخد كلامه. قال أنا فاهم، ماشي ناخد مفهومه. عرفتها دي؟ طيب دللنا على كده بإيه؟ بقوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. شوف بقى ضياع المبدأ فين بقى، وضياع العدالة فين؟ ليشتروا به ثمنا قليل. يعني هو عامل ده عشان يبيعوا، عشان ياخد فلوس. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ادي مسألة الثانية اللي أنا عايزكم تاخدوا بالكم منها، أن الكتابة ليست من لوازم الحجية. يعني دي حاجة مش من اللوازم، مش عشان معنى ان السنة حجة علينا يبقى لازم تكون مكتوبة، لا. والدليل على كده ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل السفراء، ما كانش بيدي كل واحد كتاب مكتوب فيه القرآن والسنة. هو كان بيبعت السفير للقبيلة معينة ويكتب له كتاب، يكتب لهم كتاب لرئيس القبيلة أو للحاكم أو للملك أو للسلطان، يكتب له فيه ان ده مبعوث من عندي، سفير من عندي مصدق. طب اللي النبي كان بيبعته ده ما كانش بيديله القرآن، لما هو كان بيقول لهم قرآن وسنة. فعلى ما اعتمدوا اللي سمعوا منه، اعتمدوا على عدالته. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعته على أساس إيه؟ على أساس عدالته، إنه راجل عدل وعنده عدالة، راجل ليس لديه أي نوع من أنواع الفسوق ولا الفجور. فخلاص يبقى ده خلاص راح بهذا السبيل. زي لما احنا نبعت سفير في مكان، قد ايه تكون ثقتنا فيه عالية. ثقتنا فيه بناء على ايه؟ بناء على التاريخ بتاع حياته اللي مضى، هو كان ماشي ازاي، كان بيعمل ايه، كان بيسوي ايه كده، عشان نقدر نعمل الكلام ده. كذلك الحال النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل ذلك. طب امال الجماعة دولك ايه اللي خلاهم يقولوا حكاية الكتابة دي؟ دول بيفتحوا باب لليهود والنصارى يدخلونا شبهة جديدة. ايه الشبهة الجديدة؟ انت عارف ان يقول لك تم القرآن الكريم لو كان حجة كان ربنا سبحانه وتعالى نزله مكتوب زي ما نزل الايه التوراة والانجيل. شوف المأزق اللي يدخلك فيه اهو. هيرد عليه اليهود والنصارى يسألوه السؤال ده. طب يا سيدي ما هو بيفتح لهم الباب. طب القرآن ليه ما نزلش مكتوب؟ هيرد يقول لهم لا، اصل النبي برضه كان معصوم. هيقولوا له الله، طب ما موسى وعيسى كانوا معصومين. شوف بقى التدرج. انا عايز اوصلك، عشان لما بقول ان المراد بضرب السنة هو ضرب القرآن الكريم، الناس مش واخده بالها، تقول لك ازاي؟ لا ابدا،
ويقعدوا هم يدافعوا عن النقاط دي والكلام ده. لا، خلي بالك، هيجي لك الكلام ده هيقول لك انت معصوم. احنا مستفيدين ايه من عصمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عصمة الانبياء، عصمتهم يعني عدم وقوعهم في الخطأ. يعني يستحيل ان يقع احدهم في الخطأ، في الذنب، يعني يستحيل ان حد يعمل ذنب. هتقول لي بقى ما ربنا قال لي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قصة كده، ده موضوع تاني خلينا نحكيه في وقت تاني، بس خلينا اقول النقطة دي بس، ان الحكاية دي اللي هي بتاعة الذنب يستحيل وقوعه، العصمة بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام دي جت عشان تدينا احنا يقين في ايماننا بالنبي، ان ناخد كلام النبي مسلم به، عندك يقين كامل ان الكلام ده صح. لكن ربنا أودع في غير الأنبياء اللي هم الحواريين اللي هم أصحاب الأنبياء، أودع فيهم العدالة، اختارهم. إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم القلوب وأفقره إليه فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أعظم القلوب فاختارهم لصحبته. فدولك ناس ايه؟ منتقاه، ناس مش سهلة كده، مش جاية كده اي حاجة، لا، دي ناس منتقاه. فربنا اداهم العدالة، حط فيهم العدالة، عشان العدالة دي تدينا ايه؟ تدينا بقى ظنية الثبوت اللي احنا نحكيها بعدين، تفهمنا بقى ان احنا ناخد بكلامهم. وكل احكام القرآن والآيات والعبادة اللي احنا بنعبدها معظمها جاي على يعني على الظن، قائم على الظن، مش قائم على اليقين كله. في القرآن ربنا لما عبد قال خلاص، يعني لو سمعت من واحد حكاية ولا رواية، واحد شيخ وفي هيئة السنة قال يا جماعة السنة بتقول كذا كذا في السفر، السنة بتقول كذا، فالناس عملت مش على كلامهم ما يعرفوش، هنقول لهم بقى لا صلاتكم مش نافعة؟ هنقول ده كان أمر باطل؟ لا، هم أخذوا على هذا المحمل. دي قصة طويلة، خليني وأنا بشرح ظنية الثبوت بس هقولها عشان ما توهكوش. يبقى هم قالوا إن السنة ما اتكتبتش، لو كانت السنة حجة كانت اتكتبت، وجابوا أدلة على الكلام ده، وإن النبي قال ما تكتبوهاش، والنبي نهى عن الكتاب، والنبي كان لسه هنرد على كل ده. احنا بس بنرد بنأصل في نقط معينة، إن الأصل في حفظ السنة ليس الكتابة، إنما الأصل في حفظ السنة الإيه؟ العدالة، عدالة الحامل، عدالة الحافظ للسنة، عدالة الناقل للسنة، سواء كان بقى ناقلها بالحفظ ولا بالفهم ولا بالكتاب. النقطة الثانية اللي أنا بقولها النهاردة اللي هي الكتابة ليست من لوازم الحجية. عشان إيه؟ عشان برضه ما نقولش إن طب هنرجع نقول طب القرآن ما نزلش مكتوب ليه؟ هنقول عشان النبي كان معصوم، وهنخش في قصة. النقطة الثالثة أن الحفظ أقوى من الكتابة عند العرب. الحفظ إيه؟ أقوى من الكتابة عند العرب. ليه بقى؟ لأن العرب كانت عندهم ملكة الحفظ. جابوا منين ملكة الحفظ؟ من فين بقى جابوا ملكة الحفظ؟ جابوا ملكة الحفظ لأنهم كانوا أميين. فالأمي لما يجي يكتب ممكن يغلط. الأمي لما يجي يكتب ممكن يغلط. إنما لما يحفظ أولى من الكتابة. ليه؟ لأن ملكة الحفظ عنده قوية جدا، لأنه معتمد عليها. زي إيه؟ زي الأعمى والمبصر. الأعمى بيعتمد على ذاكرته وعلى سمعه، فتنشيط ملكة الحفظ عنده جاهزة على طول، بيستدعيها بسرعة. فعشان كده تلاقي الأعمى أكثر حفظا من المبصر. الأمم المتقدمة التي اعتمدت على الكتابة أكثر نسيانا من الأمم التي تعتمد على الحفظ. ولذلك هدم حفظ القرآن الكريم في العرب. ليه؟ ليه بيهدموا نشأة حفظ القرآن الكريم؟ ما يخليش حد يحفظ القرآن الكريم. ليه؟ لأن حفظك للقرآن ينشط الذاكرة تنشيط بقى إيه؟ قوي جدا، خليك تبقى نشط جدا، وخلي الذاكرة عندك قوية جدا. والأمراض اللي هي الزهايمر وما إلى خلافه ما تجيش أبدا لحملة القرآن الكريم اللي بيراجعوه باستمرار، لأن تنشيط الذاكرة موجود 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 موجود. فما بيغيروش حاجة. فعشان كده قال لك لا، طب بلاش الناس ديت تحفظ القرآن الكريم. يبقى أنا عايز أكد على
الثلاث مسائل دول. المسألة الأولى إن حجية السنة، حفظ السنة، لا يأتي إلا بعدالة حامل السنة سواء كان ذلك بالحفظ أو الكتابة أو الفهم. أن كتابة السنة ليست من لوازم الحجية، مش عشان يبقى الموضوع ده في حجة يبقى لازم ان احنا نكتبه. ان النقطة الثالثة ان العرب الحفظ لديهم اقوى من الايه، اقوى الحفظ لديهم من الكتابة. حتى الزهري قال انا لما بروح البقيع، لما بيروح البقيع يعني بيقول احيانا كنت اغلق اذاني. ليه تغلق اذانك؟ قال لك خشية أن أسمع الخنا، كلام من الخنا. الخنا اللي هو كلام الفواحش يعني. قال أنا خايف أسمع حاجة زي كده، لأنه ما سمعت أذني بكلام ونسيته أبدا. ودني ما سمعتش كلام ونسيته أبدا. لو يسمع كلام يحفظه على طول. فاللي زي ده لما يحفظ، لما يسمعوه القرآن مرة يسمعه مرة يحفظ على طول، يسمعوه أي حاجة يسمع مرة واحدة يحفظ على طول، لا يمكن أبدا ينساه. فدي كانت نقاط أنا بس كنت عايز أأكد عليها النهاردة، وإن شاء الله احنا بنتواصل معاكم في هذه المجال. ولكن احنا طبعا بنتلقى طبعا رسائلكم واتصالاتكم في الفترة المتبقية من وقت الحلقة. الحقيقة طبعا كان في رسائل كتير جت وهم ادوها لي بتوع SMS، فالحقيقة أنا كنت عايز أجاوب عليها على لسان يعني ناس كتير قوي بتبعت هذه الرسائل. في رسائل يمكن ربما كانت في الحلقة الماضية وأنا إن شاء الله هحاول أجاوب على قدر المستطاع. بتقول إني لو تكلم الشيخ الفصحى لكان أفضل، أرجو تبليغه أن قناة الناس ليست لمصر فقط. هي قناة الناس ليست لمصر فقط، إنما قناة الناس لكل المسلمين في كل بقاع الأرض. والحقيقة نحن نتكلم على قدر المستطاع باللغة العربية الفصحى، فإخواننا في المغرب وفي الجزائر وفي تونس يعني يسامحون على هذا الكلام. نحاول نتكلم في بعض يعني أكثر الكلام أن يكون باللغة العربية. والحقيقة أنا لما قريت دي قبل الحلقة قلت طب خلينا نقول شوية باللغة العربية وشوية باللغة العامية. يا شيخ بارك الله في عمرك وفي عمرك وعملك. قناة الناس موجهة للعالم تاني العربي كله، وبعضهم لا يفهم العامية المصرية. الحقيقة أنا كل ما أروح في أي حتة في العالم اليوم بيحبوا العامية المصرية، بس مش عارف يمكن الأخت دي مش عارف ما بتحبش ليه المصريين، مش عارف. هل تعدد الزوجات بنية سؤال هل تعدد الزوجات بنية الستر على النساء سنة؟ ادعو لي بالتوفيق يا شيخ أشرف. يعني أدعي لك بالتوفيق، ربنا يوفقك. يبدو أن أنت شكلك عايز تعدد، فعدد. عموما اللي بيعدد في الآخر، بس بيعدد على نفسه بقى في الآخر يعني. فتعدد الزوجات بنية الستر هذه من السنة. طبعا التعدد موجود وثابت في القرآن الكريم، بس لازم نفهم ربنا قال في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وبعدين ربنا قال إيه بقى؟ أهم حاجة اللي نحط تحتها بقى 1000 خط، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. خلي بالكم بس إيه من الكلام ده. الحقيقة إحنا الزمن اللي إحنا فيه إحنا محتاجين يبقى كل طبعا عشان الأرامل والمطلقات والكلام ده محتاجين قصة تعدد، بس برضو ما هو ما ينفعش تجيب واحدة أرملة وتيجي تتزوجها وفي الآخر أنت تظلمها، ما دي برضو مشكلة كبيرة جدا. أو تجيب واحدة مطلقة وتتجوزها أنت وبعدين تميل إليها دون الأخرى وتظلم الأخرى، أو تظلمها هي كمان. يبقى احنا ما عملناش حاجة، ما حلناش. هنوصل بقى في تعداد طلقات بقى تطلق مرة واثنين وثلاثة وهنخش في متاهات. فأنا بقول إن الإنسان إذا أراد أن يعدد وكان في استطاعته ذلك وكانت لديه القدرة على ذلك وكان عاجلا في هذه المسائل، فأعتقد أنه لا بأس في هذا ويجب أن يحافظ على هذه المسائل. السلام عليكم، أنا زوجي مغترب، فهل يجوز لي أن أستأذن منه مرة واحدة لخروجي من البيت أم أستأذن كل مرة؟ أرجو أن تعرضوا سؤالي على الشيخ، أرجوكم أفيدوني بالإجابة. طيب حاضر. زوجها مغترب وهي هتستأذن مرة، دي باتفاق فيما بينكم. يعني مثلا الخروج للضرورة بنقول له، احنا نتصل عليه بنقول له والله أنا ممكن أخرج في حالة كذا وكذا 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 وكذا، خلاص مفيش مانع. نقول طالما كده مفيش مشكلة في هذا الشأن خالص ولا في هذا السبيل بشكل أو بآخر من هذه المسألة. يبقى ده باتفاق بينك وبينه، فهو وافق على كده فبها ونعمت. طب لم يوافق على كده يبقى خلاص احنا ما يعني يبقى أنت لازم تستأذن. لو قال لك استأذنيني في كل مرة استأذنيني في كل مرة. بيقول لي أنا محمد من العراق، عمري 17 سنة، بعاني من معاملة أبي، أرجوكم قل لي ماذا أعمل. أنا مش عارف، بيعاني من معاملة أبوه، يعني والدك يمكن بيعاملك معاملة غير طيبة أو معاملة سيئة أو كلام من هذا القبيل. طبعا هنصحك أقول لك تحمل واصبر
ومهما فعل بك فهو أبوك وأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك، وتحمل واحذر أن تعصيه واحذر أن تخرج عن طوعه أبدا إلا أن يأمرك بمعصية الله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، إلا أن يأمرك بالشرك بالله عز وجل، وهذا لا يجوز مطلقا. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما. شوف بقى، خلي بالك، فلا تطعهما فين؟ في الحتة دي بس، وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروف. الفرق بين حسن الظن بالله ولا تأمنوا مكر الله. هل يجوز تحديد أعداد تسابيح واستغفار نواظب عليها؟ نحدد عدد من التسبيحات. نحدد. سيدنا أبو هريرة كان بيسبح ربنا في اليوم 12,000 تسبيحة، وكان محافظ على هذا الكلام حفظا جيدا. حسن الظن بالله إن يكون الإنسان عند حسن ظن الله به. هذا أحد مفهوم حسن ظنك بالله، ان انت تكون عند حسن ظن الله بك. الله سبحانه وتعالى يريدك في الطاعة فتكون في الطاعة، الله سبحانه وتعالى يريدك في الاستغفار تكون في الاستغفار، الله يريدك في الصلاة فتكون في الصلاة. إذا أنت على هذا السبيل وعلى هذا الحال، الله سبحانه وتعالى يرزقك حسن الظن به، يديك بقى دي. لكن نأمن بقى مكر الله، ده الكلام ده عند المعاصي، عند لما نعصي، أو عند الخيانات. الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عند الخيانات، عند الخيانة في النظر، الخيانة في الكلام، عند الإنسان لما يبقى في الطاعة ويقوم سايب الطاعة، يعني تارك للطاعة ويتركها فترة طويلة من الفترات، على اعتبار أنه خلاص يعني لسه العمر قدامه بدري، قدامه طويل. لا، هنا لا يأمن في هذه المسألة. بتقول: أنا حافظة للقرآن الكريم ولكن أنا بغلط في التشكيل أثناء التسميع، هل أأثم على هذا؟ وهل أثاب على هذه القراءة؟ نص الحديث في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. يعني انت ليكي اجرين، لو انت بتقري وبتتعتعي في القراءه مش قادره تقري كويس، لك اجرين. والذي يقرا والماهر بالقران مع السفره الكرام البرره، الماهر بالقران، نص الحديث، الماهر بالقران مع السفره الكرام البرره، والذي يقرا القران ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. فانا اعتقد ان دي من مشقه قراءتك، ومع مداومتك على قراءه القران، ربنا يحفظك ويبارك فيكي، اكيد لا شك ان انت هتوصلي انك انت ما تغلطيش في التشكيل ابدا. هل تصح ولاية خال الزوجة لتصحيح عقد الزواج الموقوف في حال وفاة الأب والأخ الشقيق؟ بسمة من سوريا. هو الولي الشرعي هو ما كان عصب، والعصب اللي هو الأب أو الأعمام وليس الأخوان عند بعض الفقهاء. يبقى الأب ومن في درجته، اللي في درجة الأب الأعمام، واللي في درجة الأب الجدود، الجد لأب أو الجد لعم، ذلك من العصب. فإن لم يتوفر ولا واحد من هذا، جاز أن يكون الخال هو الموجود لتصحيح. أنا بس مش عارف تقصدي إيه، الله يبارك لك يا بسمة، بتصحيح عقد الزواج الموقوف. أنا مش فاهم بس الجملة دي، يعني انت كنتوا متفقين وكان في اتفاق وكان في كلام، وبعدين جه بعد كده الاب توفى او حاجه، او الاخ الشقيق توفى وهو اللي كان الولي، وبعد كده هيتولى الخير. انا مش عارف، يا ريتك يا بسمه تراسلينا تاني وتكتبي لنا ايه وجهه نظرك في الكلام ده، وضحي لي كل الكلام، الله يبارك في عمرك. بتقول: زوجي له بنت من الزوجة الأولى. معلش أنا بس هجاوب أسئلة الرسائل، لأني أنا عارف الناس بتزعل لما احنا ما بنجاوبش أسئلتهم، يقعدوا يكلفوا نفسهم في كتابة الرسائل وفي الآخر ما بنجاوبش عليها. لا، احنا بنجاوب بس على حسب وقت البرنامج. زوجي له بنت من الزوجة الأولى، وكلما جاءت من السفر، كل ما تيجي من بره يعني، يكره وجودي معها لأنها تكرهني، وعلما بأن والدتها تعيش في شقة أكبر من شقتنا، وأن شقة الزوجية باسم بنته الأخرى، وأنا أشعر بإهانة، فماذا أفعل؟ بالله تجيبني. هو طبعا يعني دي مسألة بيحسمها الزوج، وأن هو الكلام مش عندك أنت، الكلام عنده هو، لأن هو المفروض يعدل فيما بين الأمور هذه، والمفروض أن على نفس منوال الزوجة الأولى اللي موجودة عنده أنت برضو يسكنك في شقة وتكون بتاعتك. إذا كانت بملك زوجته الأولى برضو أنت تتجوزي تاخدي برضو شقة. يا جماعة اللي بتتجوز الجوازة الثانية أو الزوجة الثانية ما تستهونش بنفسها، ولا تستهونش بأمرها، ولا تفكر إن هي يعني مكسورة ولا حاجة، ولا إن هي عشان تتجوز تاني مرة ولا حاجة فتعمل. لا خالص، لابد إن الواحدة تكون داخلة واخدة جميع الحقوق. ويا جماعة الإخوة اللي بيتجوزوا الزوجة الثانية لازم يكون فاهم إن دي بقت مسؤولية، وإن أنت لازم تعدل بين الزوجتين، وإن زي ما دي عندها يبقى دي عندها، إلا إذا واحدة يعني تنازلت أو حاجة عن بعض حقوقها، ده موضوع تاني.
لكن لازم نعدل. فدي القصه دي مش في ايدك انت، لكن انا عايز اقول لك احتسبي واصبري. يعني انا مش هقول لك يعني اتطلقي، او هقول لك حاجه مش يعني ان انت، لا، احتسبي واطلبي منه ان يعدل فيما بينكم. بتقول: هل صحيح أن البنت التي لم تتزوج في الدنيا يحاسبها الله في الآخرة من وراء حجاب؟ ياسمين من دمشق. والله يا أخت ياسمين أنا ما قرأت حاجة بتقول هذا الكلام، يعني أنا ما عندي علم بهذه المسألة. زوجي قال لي لو قلتي كلمة معينة هقول لك أنت طالق. واحد بيهزر يعني. ولما قلقت من كلمته دي قال لي إن ما كانش في نيتي حاجة ولا يقصد حاجة، أصدقه ولا أشك فيه؟ لا طبعا مش هقول لك شك فيه، لكن عايز اقول لك حاجه. يعني هو دي في بعض الناس كده بيعملوا حاجات تلكيكات كده، يعني يقول لك انا لو قلت كده ايه، يعني لو قالت ايه هو ما قالهاش، يعني كانه مخبي الكلمه جواه عشان ده هزار. فاذا كان هو بيقول انا مش قصدي حاجه، فخلاص صدقيه وعلى مسؤوليته هذه، لان النيه لها اعتبار في هذا الكلام. فهو انا مش عارف نيته كانت معتبره. بتقول ايه؟ بتقول انا فتاه في الثانويه العامه ويدرس لنا رجال، هل يجوز هذا ام لا؟ هذا جائز بشرط أن يكون معك ذا محرم. هذا جائز بشرط أن يكون معك ذا محرم. يعني ما ينفعش إن حضرتك تقعدي من غير محرم مع رجل يدرس لك. وطبعا يا جماعة الكلام ده أنتوا شايفين يعني كم المشاكل، وانتوا شايفين بعض الفضائيات بتعرض مشاكل المدرسين اللي بيدوا للبنات، واللي بيحصل المشاكل، واللي اتجوز 11 واحده، واللي يعني اخطا مع 11 بنت او فتاه، والكلام انتوا عارفينه طبعا. اعتقد هذا الكلام انتوا شفتوه. فعشان كده يا جماعه احنا بنقول ان تطبيق الشرع في هذه المسائل هام جدا ولابد ان نحافظ عليه. معانا طيب ناخد اتصال ولا حاجه عشان الناس بس ما تقعدش يعني تبقى مطولين عليها قوي. ناخد اتصال. الاستاذ محمد من الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام. اتفضل سامعك. اسمعني من التليفون. الله يخليك يا أستاذ محمد. حاضر. الله سمحت لك. انقطع الاتصال. طيب أكمل الإجابات يا أستاذ محمد؟ طيب حاضر. في حد كان عمل مداخلة بس ما لحقش، يعني ان اخت يعني في الرسائل ادعي لمين؟ ابن اختها هيثم. نسال الله سبحانه وتعالى العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه يعني شفاء تاما، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. مين؟ استاذه نهله من الاسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو لو سمحت والدي كان جاي لي عليه، ف يعني قال لي مش هيوافق عليه، ولو وافق عليه هتكون ماما طالق. لو وافق عليه تكون ماما طالق. ايوه. فقال لي مش هيوافق عليه خالص، فهو بعد سنه وافق عليه. فكده تتحسب طلاق ولا ما يتحسبش؟ حاضر هرد عليك يا حبيبي. هذا ما يسمى بالطلاق المعلق. بس ما ينفعش اقول لو انا وافقت تبقى فلانه طالق، لكن لو قال لك لو تزوجتيه فانت طالق، لو تزوجتيه فامك طالق، يقع الطلاق عندما تتزوجيه. لكن كلامه لو انا وافقت على هذا العريس هتكون امك طالق، هو اعتقد انه لا يقصد بذلك الطلاق ولا طلاق امك، واعتقد انه يقصد بذلك ان يشدد عليك عشان تقفلي باب هذا العريس. ولذلك انا اعتقد والله اعلم ان هذا الطلاق غير واقع. هل يجوز، سؤال الاس ام اس ارجع له تاني، هل يجوز بعد العمره ان اعتمر عن شخص اخر وذلك بالاحرام من مسجد التنعيم؟ خلاف بين العلماء، وانا هقول لك يجوز انك تعتمري تاني اذا كنت لست من اهل مكه ولا من اهل المدينه، ويعني يتعثر عليك العوده مره ثانيه عشان تعتمر لحد. لكن لو حد اعتمر كتير وعايز يعتمر لحد الابوه لاخوه اذا كان متوفي او ما الى خلافه، يبقى برجاء ان هو يبقى خارج من بلده وذاهب الى العمره بهذه النيه، يعني رايح من بلده محرم بهذه النيه على أن هذه العمرة أو هذا الحج لفلان عشان خاطر إيه، ما يبقى ده الأولى. لكن إذا كان حد بيروح مثلا من بلاد بعيدة أو بيسافر زي إخواننا في فلسطين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربهم، ممكن يكون سفريتهم محدودة أو صعبة جدا، فإذا الحد سافر مرة يقدر عايز يعمل أكتر من عمرة يجوز له أن يفعل ذلك والله أعلم.
هل يجوز قراءة القرآن عند القبر الميت؟ يعني زيارة النبي عليه الصلاة والسلام للقبور كان المراد بها الدعاء للأموات والدعاء لهم والاستغفار لهم. أما قراءة القرآن عند القبر فهذا أمر أعتقد أنه غير جائز. احنا الوقت انتهى الحقيقة، بس في كم سؤال كده، اديني دقيقة واحدة طيب ينفع؟ هل القراءة فقط في الرقية تكفي أم ماذا؟ وهل الرقية بعدد معين من المرات؟ لا، الرقية اللي هي بنعملها مرة الصبح أو مرة بالليل أو بنعملها مرة كل يوم ومفيش أعداد معينة. نعم. طيب الأستاذ حمدي بيسأل إن في أخت بتقول إن أول ما الأذان بيأذن يعني اتصلت لكن الاتصال ما دخلش، يبدو إنه في مشكلة في دخول اتصالات الهواء. فأول وقت اتزنق الأستاذ حمدي بيقول، فمش قادرين ناخد اتصالات كتير. فالمهم إن هي أول ما الوقت بيأذن بتقوم تصلي، هذا جائز؟ أيوة نعم جائز، لأن هذا أول دخول الوقت، لكن لأنها لو انتظرت حتى ينتهي الأذان كان ذلك أولى. الحقيقة باقي الأسئلة أعتقد أنها ربما تكون كتير وأنا مش حاضر أجاوبها، لكن هجاوب بس السؤال ده. نظرة الله لو أعطاني ولد هلبس النقاب وأعطاني ولم ألبس، إيه الكفارة؟ الكفارة أنها تكفر عن هذا اليمين لورود الأحاديث الثابتة في هذا. حتى ألقاكم في الأربعاء المقبل قبل هذا الموعد بساعة. أسأل الله لي ولكم دوام العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.